السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة فيلالي تيفي. اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو كيفية طريقة تربية الأرانب بالطريقة الصحيحة، اللي هي تربية الأرانب اللي هو حيوان أليف، حيوان حساس، اللي هو لازم كل المربي يربي الأرنب ويعطيه واحد الاهتمام باش يكون عنده النجاح في المزرعة. أي مربي الأرانب أو أي حد محب للأرانب كعمل مشروع أو كهواية، يعني تربية الأرانب روعة، تربية الأرانب جميلة جدا. ولو المربي المبتدئ نعرفك طريقة النجاح، يعني كيفية تعطي العلف للأرنب، وكيفية تقديم مضاد السموم للأرنب والتبن، وكيفية تزاوج أو التلقيح للناس ما عارفيش تزاوج أو التلقيح الإناث مع الذكور. يعني لازم رفع الخصوبة تكون عند الأمهات، اللي هي لازم الأرانب في هذه الأعمار اللي عملنا معهم الفطام غاديين يعني وحدة والأعمار ديالهم على شهرين. مازال ملي يكملوا 4 شهور و20 يوم أو 4 شهور ونصف أو 4 أو 5 شهور، لازم يكون الأرنبة الأنثى تكون عندها 3 كيلو ونص. الأنثى من بعد ما تكون عندها 3 كيلو ونص كتكون جاهزة للتلقيح. لازم نفحص الأرنبة وتكون عندها الخصوبة مرتفعة، علامة الخصوبة تكون محمرة. ملي تكون الخصوبة محمرة تقديمها للذكر، الذكر اللي غيكون عندنا لازم يكون ذكر سلالة جيدة. الذكور المواصفات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد. المواصفه ديال الذكر النيوزيلندي، الذكر العملاق ما شاء الله كما كتشاهد معنا بعينك، يعني ذكر سلاله جيده، خصوبته مرتفعه ووزنه عالي جدا، يعني ذكر يخرج انتاج معاك واولاد. هذا ذكر نيوزيلندي ما شاء الله اللهم بارك وزيد. وعندنا عده ديال الذكور، نشارك معكم جوج ديال الذكور، وكل حلقه نقدم لكم يعني فيديو فيه ذكور. ذكر بابيون ما شاء الله اللهم بارك وزيد يخرج معاك الانتاج، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله نقدم لكم الذكور اللي كاينين معنا موجودين. من بعد ما كتجيب الانثى عند الذكر يعمل عمليه التلقيح، من بعد الارنبه كتكمل 31 يوم في الحمل ديالها. من بعد ما الأرنبة كتكمل 31 في الحمل ديالها كتم الولادة ديالها بنجاح. هذه الأولاد عندهم 8 أيام أو 9 ديال الأيام، يعني الأرانب بدا ينبت عليهم الشعر ولاو يعني ممتازين وغاديين طالعين في الحجم ديالهم ما شاء الله اللهم بارك. ومن بعد ما الأرانب ما كتبدا تزيد ما شاء الله كيبدا يكبر الحجم ديالها، يعني غادي ويزيد ويولي الحركات ديالو ممتازه، ويبدا الارنب يخرج من عش بيت الولاده، يمشي للعلف ويبدا وياخذ العلف. هنا كيبدا يتعلم ياكل العلف ويشرب الماء وياخذ اللبن من البطن الارنبه، كيطلع الارنب في صحه جيده ويطلع ممتاز. من بعد كيبقى غادي الارنب بشويه بشويه والارنب كيطلع في الحجم ديالو. هنا في هذه الحاله الارنب كيكبر كيولي في هذه الاعمار، يعني هذا العمر كيولي كل أرنب صغار كياخذ 25 غرام ديال العلف. ومن بعد ما ياخذ 25 غرام ديال العلف لازم الأرنبة يكون التقديم لها 300 غرام ديال العلف. الأرنبة عشار ومعها أولاد، الأرنبة خاضت التلقيح من الذكر، يعني هي حامل ومعها أولاد. الأولاد يعني إن شاء الله بإذن الله على 35 يوم غيكمل لهم الفطام، وغنخلوا الأرنبة ترتاح باش تتم الولادة ديالها بنجاح. من بعد ما عملنا الفطام للارانب كيكون الارنب كيبقى غادي ويزيد في الحجم ديالو وكياخذ العلف، وهنا الارنب كيبدا كيكبر، وهنا الارنب بدينا كنجحوا فيه. هنا بدا النجاح، هنا بدا النجاح ديال المشروع بسم الله كما كتشاهد بعينك. بدا النجاح ديال المشروع، الارانب كتزيد يعني في الوزن ديالها وهي كتزيدها في العلف، يعني كل ارنبه هنايا كتاخذ 150 غرام ديال العلف. هنا الارنبه فاش غادي تكمل 4 شهور و20 يوم او 5 شهور غادي نقدموها للذكر وغتم بالتزاوج، وغتولي ارنبه صالح للاحلال اللي هي غتكون في صحه جيده وممتازه. كما شاهدتي معنا هذا الفيديو كما كتشوف طريقه ديال النجاح، يعني تدريجيا، يعني معلومه توصل فكره لكل الناس. اي حد حب شي معلومه او نصيحه على التعليق ديالكم نردوا على الناس في اسرع وقت. حبيتي يعني دواء او مضاد سموم او فيتامينات او حقنه او علف او كيفيه تعرف على الارانب اللي هي صالح للتربيه، اهلا وسهلا بك على قناتنا فيلالي تيفي وعلى قناتنا الاولى تربية الأرانب مع محمد الحارثي. هنا في كيكون النجاح ديال المشروع الأرانب. إخواتنا وأحبابنا الكرام ما غاديش نطول عليكم في هذه الحلقة، كونوا معنا في الموعد، كونوا معنا في حلقة جديدة إن شاء الله، وغنخلي لكم الرابط في أول تعليق. غادي تشوف مفاجآت على الفيديو على طريقة تزاوج وطريقة تلقيح الأرانب، يعني الأنثى قدمناها للذكر، كيفية تزاوج الإناث مع الذكور. إخواتنا وأحبابنا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.